أعلن مدرب منتخب فرنسا لكرة القدم ديدي ديشان اليوم الخميس غياب النجم كيليان مبابي عن قائمة فريقه التي ستواجه الكيان وإيطاليا في 14 و17 نوفمبر الجاري برسم دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم. وتعد هذه النافذة الدولية الثانية تواليا التي يغيب فيها مهاجم ريال مدريد الإسباني ذو 25 سنة بعد الأخيرة أمام نفس الكيان وبلجيكا. وقال مدرب منتخب ديشان بهذا الخصوص: لا أريد الدخول في جدل يؤدي إلى تفسيرات، لا أريد قول المزيد، مؤكدا أن قراره ليس مرتبطا بمشكلات غير رياضية. وتابع ديشان: هذا قراري لأني أعتقد أن الأمر أفضل بهذه الطريقة، أتفهم هذا الشرح لا يرضيكم، مضيفا أن استبعاد مبابي مرتبط فقط بتجمع نوفمبر. وكان منتخب الفرنسي سمح لمبابي الشهر الماضي بالبقاء مع ريال مدريد للتعافي من إصابة بفخذه الأيسر، لكن مهاجم باريس سان جيرمان السابق فاجأ الجميع بالمشاركة أساسيا بعد يومين مع فريقه الملكي. وعاد إلى تشكيلة المنتخب الأزرق لاعب الوسط أدريان رابيو وانغولو كانتي، بالإضافة إلى المدافع دايو أوباميكانو، فيما تم استدعاء حارس ليل الشاب لوكا شوفالي ذو 23 سنة للمرة الأولى. أسقط الناخب الوطني وليد الركراكي لاعب حكيم زياش المحترف في صفوف غالاتاساراي ليستمر غيابه عن نعالين أسود الأطلس. ربان أسود الأطلس اضطر لإبعاد زياش بعدما فقد مكانته كأساسي في صفوف فريقه التركي، ما جعل الركراكي ليتوانى في دعوته للتربص المقبل للفريق الوطني لمواجهة الغابون وليسوتو. وفي الوقت الذي كانت الجماهير المغربية تنتظر عودة زياش لصفوف الفريق الوطني، إلا أن وليد تشبث بإبعاد اللاعب لغاية استعادة مستواه داخل البطولة التركية.